هنضيف حاجة تانية إضافة في البرنامج اللي هي تكويد الأصناف. تكويد الأصناف عبارة عن إيه بقى؟ هنبدأ إيه الشغل ده. وفي نقطة مهمة برضك، إن إحنا عايزين نخلي الحتة ديت ميبقاش في مؤشر، نحاول نوسعها. أهي هنشتغل أول حاجة النهاردة في تكويد الأصناف. وتكويد الأصناف عامة عبارة عن إدخال صنف جديد، البحث عن الأصناف، رصيد الصنف في المخزن حاليا، عامة لو في أي حاجة قدامنا بالنسبة تخص تكوين الأصناف هبقى هنضيفها مش مشاكل. معلش هما دخلوا في حسابات العمالة هيتنقلوا طبعا، أنا ما كنتش أقصد هنا. المفروض نضغط على تكوين الأصناف، هنا إدخال صنف جديد، وهنا البحث عن صنف، رصيد الصنف حاليا، يبقى كده مش هينزلوا خالص الا فين؟ في تكويد الاصناف. ماشي. طيب النقطة اللي بعد كده هنبدأ بقى ان شاء الله هنشتغل في تكويد الاصناف. تمام. هنشتغل دلوقتي في نستعد بقى ايه ان احنا ندخل الحاجات دي في النهارده هنشتغل في ضبط الهيئة بتاعة تكوين الاصناف من حيث الايكون ومن حيث الهيكلي نفسه. هنبدأ النهارده نشتغل في الالوان ده وده وده. هنيجي هنا عند الفورمات، هنيجي هنا عند الفورمات، الكولر طبعا نفس الكولر، احنا هنخليه ازرق. نشوف الازرق دوت تمام اهو. ده بالنسبة. نيجي بقى عند الكتابة نفسها. الكتابة هنخليها لونها ايه بقى؟ لونها اصفر داكن. تمام. ونفس الشيء بس عشان تبقى واضحة بس شوية. تكوين الأصناف خلاص كده. طيب هنشتغل بقى في حتة الأيكون، ادخال صنف جديد. تمام. هننزل الأيكون ازاي؟ سهلة قوي. هنيجي هنا اهو، احنا كنا كاتبين هنا اهي التكوين. هناخد بس ايه الكلمة دي، ادخال صنف جديد، هناخدها كده اهو، كنترول سي.
ونيجي عند ايه، عند الايباد، ونضيف هنا الكلام ده، البحث عن صنف، الكلام ده ايباد، ورصيد الصنف حاليا، ونيجي عند الايباد الكلام ده، وهنخش على موقع جوجل. نخش على جوجل على برنامج الترجمة ونكتب، عشان نبحث لازم نكتب بالعربي الانجليش، وبهذا المنظر ناخد الكلام ده كده اهو، ونفتح موقع جوجل مرة أخرى، ونكتب الجملة، بس هنزود عليها كلمة ايكون. حد يقول طب ما تكتب بالعربي، العرب ما بيهتموش بالحاجات دي للأسف، ما بيهتموش بموضوع الايكون دي، فمش هتلاقي ولا ايقونة. اهو هذه هي تكوين الأصناف. تكوين الأصناف ممكن الشكل ده مناسب، فنحفظه حفظ. نحفظ هنا دلوقتي البحث عن صنف، ترجم، ناخد الكلام ده ونسيب بس كلمة ايكون، ابحث، البحث عن صنف، ده البحث عن مبيعات، دي شكلها البحث عن ممكن دي مناسبة دي، بس مش ايكون، شكلها مش ايكون، هنشوف. ايكون، حفظ، سمكة ايه، حفظ، تمام كده. اللي بعده رصيد الصنف حاليا، ترجم، نفذ، ونيجي هو بيزنس، شوف بيقول لك بيزنس رصيد الصنف يجيب لي المحكمة، محكمة ايه يا عم، ايه ده؟ طب رصيد سيبك من كلمة حاليا دي، كان هي اللي بوظت الدنيا. ايتم، بالانس، برضو طب جاء مش عارف اقول ايه. طيب الاصناف، طيب الاصناف بس هنشوف هيبان. جاب لي فيروس. طيب يا سيدي، قائمة سجلات، واحنا هنتصرف ريكوردس، بس هناخد بقى الكلام ده اكنه رصيد صنف، تمام كده. الشكل الحقيقي الملفات دي. طب دي طيب ايكون اهي، رصيد الصنف، بس شكرا. هنفتح بقى ووردس، ونجيب الصور اللي احنا جبناها دي. ادي صورة، وحاول نصغر على قد ما نقدر. بس قبل ما نصغر هنستقر باللون ولا، عشان كده هيكون لونها، هو لون البرنامج اسود، لون البرنامج هيبقى هيخليه لون فاتح بقى، هنخليه لون فاتح، اللون ده. لا اعدل بقى كده، بس على قد ما انت اظهر صح، على قد ما تقدر تصغر. تاني هات ده، نفس القصة اهو، صغر على قد ما تقدر، على قد ما تقدر. الأول طيب
اول ده هنسيف كده. سيف ا بيكتشر، هتسيفها بيكتشر 01 01 بي ان جي اي حاجة. بعد كده امسح، لو خليك ماشي امسح. عندك هنا التاني، وهنخليها الكلر بتاعها زي ما اتفقنا هيبقى فاتح، عشان الكلام هيبقى الخلفية تبقى غامقة. البحث عن، بص بقى اتقلبت ازاي، مش عايزين تتقلب. ايوه سيف ا بيكتشر تاني 02. التالت بقى ده على قد ما تقدر بإيدك عشان ما تتقلبش. طبعا في واحد بيقول لي دلوقتي هو ايه اللي انت بتعمله ده، بتصغرها قوي ليه كده؟ هقول لك ليه. 03 اكيد انا شرحتها كذا مره بس عادي يعني. هنيجي هنا اهو، ونيجي على بروبرتي شيت، ونضيف يا سيدي الصوره بيكتشر اهو. بالك الاول بس نعرف في الاول نمسك ده عشان كل حاجه. ادخال صنف جديد، احنا كنا متفقين ان احنا هناخد الصنف اللي هو اللي عليه كرتونه علامه زائد دي، يبقى البيكتشر اللي هي النون اضافه. الصور بقى الجديده بقى اللي احنا عملناها بس اللي هي ايه، اللي هو الصغيره اللي هي دي بس. لا دي راحت فين، راحت في مكان تاني غلط. بالك هنا ايوه بروبرتيز الفايل ده. شفت رغم ان انا صغرتها على الاخر ان هي برضو لسه ما زالت كبيره، هنصغرها تاني، هنصغر دي اكتر من كده، نخليها 0 علامة 01 مثلا. لا 2، خليها 1 0 علامة 01. ونفس القصة هنا. المهم بقى هنسيبها ازاي دي اهو، بقيت اهي. هنيجي هنا اهو هنعمل 04 41 مش اشكال، بس تظهر لنا بس وتبان بروبرتيز. الموضوع صعب قوي لان الاكسس للاسف الشديد لسه مازالت كبيرة. تخيل هنجيبها يعني هنجيبها. طب انا عايز اكبر هنا عشان اعرف اشوف. ادي الزوم خليها 200 اهي. يعني حاجة غريبة، هعمل ايه اكتر من كده؟ 0 علامة 01. طيب تخيل بتاع اختفت خالص. هنوصل نحاول نجيبها تاني. في حل تاني. طيب بص يا سيدي، الحل ايه بقى تاني اللي هنعمله دلوقتي؟ نصغر بس الزوم الاول خلاص وننجحها بقى. طب نشوف الاول التانيين، طب ايه قصتهم؟ البحث عن صنف، يمكن في مشكلة في الايقونة دي. بس البحث عن صنف اللي هي بتاعة العدسة اللي هي دي ها كبيرة جدا برضو. ايه ان هو مش هينفع. طب ندوس اوكي كده، بس عاملة ازاي؟ مش هينفع.
طيب نجيبها تاني ونحاول نصغرها جدا. ده هنا كام؟ 14 سنتي. طيب تعالى كده بنشوف كده هل هي صغرت اصلا ولا ما صغرتش. الاصلية 14 سنتي برضه. قلنا ايه بقى؟ هنخليها سنتي، نخليها سنتي، 1 سنتي، 1 سنتي، 1 سنتي. وهتتسيب خليها نص سنتي، 0. بس دي بقى ايه؟ 20. ودي يا سيدي خليها 40. ونشوف القصة دي 40 و40. ونسيف على كده، بس هتاخد 0 0 1. تعالى هنا بقى في البيكتشر. يلا يا سيدي بقى الجدع، قول ايكو 0 0 1 كده. لا، في مشكلة. حتى بص لما نيجي نعمل استرجاع لل0 0 1 ده هتبقى كبيرة برضك 14، يعني مسافرتش. طيب انا بقى هصغر امك يا ابن الذين انت. انا هصغرك وهتشوف. بص يا سيدي بقى، هعمل ده المربع ده كام؟ هنخليه اصل ما مش طريقة بقى 0 علامة 1.5. وهنا نفس النظام. ايه هو ده؟ مش عايز اصغر ليه يعني؟ وهنيجي هنا هنشيل الفوارغ اللي هنا. مش عايزين بقى ايه. بص طب انا هريحك. بص هنيجي هنا اهو، في هنا بتاع هنا بتشيل ايوه اهي بس تعلق بقى اهو. بص تعلق اهو. بص اشيل بقى دي، بس دي كده اول حاجه. بعد كده هنيجي هنا، بس هو بقى ايه بيعاندني. لا يا حبيبي انا هصغرك. ما تتكلمش اهو. فايل. تعالى بقى يا حبيبي، انت كده بقى غصب عنك صغرت. وسيف فين السيف؟ فين السيف بقى فين؟ اه السيف البيكتشر فين؟ طب ماشي يا عم، هات كنترول سي، كنترول في. طب اقول لك على حاجه، كوبي. مش موجوده هنا. طب انا اخش كده هنا في الباوربوينت. سيف ا بيكتشر 0 0 2. ايوه كده سجل، كده سجل. بس شفت بقى. بس خد بالك بقى احنا نسينا نعمل هنرجع تاني. هنعمل اللون بتاعه. اللون بتاعه هيبقى فاتح. بس كده 0 0 3. بيكتشر اهو. بص بقى هنا بقى ايه هنخلي البيكتشر دي. لا عايزين بس ايه.
كويس اني شفت البتاعة دي بتاعت الهاند دي. البيكتشر اهي. ايوه كده. حاجة غريبة اوي يعني، كان بيعاندني وانا مش ناقص، انا مش عايز اوجع دماغي. ادخال صنف جديد نفس القصة. هي واضح الوورد ما بيصغرش، بس هو الباوربوينت هو اللي بيصغر. الباوربوينت يا جماعة هو اللي بيصغر. تعالى بقى اخش تاني. بالنسبة لي دي هنصغر على نص 0.5 0.5 كنترول سي، والبيكتشر هيبقى 0.0 اي حاجة دلوقتي بس عشان نخلص يعني. بيكتشر ها ها ها. ايوه كده، ايوه كده، هو ده هو ده. وبعد كده نخلي بقى ايه التانية، بس احنا عايزين نصغرها اكتر من كده شوية. هنخليها 0.3 0 ماشي. هو من لوحده. يلا 0.0000003. بعد كده بس كده. هنحاول نبعد بقى مسافات، ولا مش هنقدر نتحكم فيها؟ شكلها مش هنقدر نتحكم فيها، بس احنا ممكن نعمل، هنتصرف، هنعمل حاجة أشيك، وهي شكلها برضك مش هينفع ان احنا نوسطن الكلام ناحية. ماشي. ادخال صنف جديد، رصيد الصنف الحالي، الايكون بتاعه اللي احنا قلنا رصيد الصنف اللي هو انت امشي بقى مع السلامة. هنجيب اللي هو الايه، الشريط الاخر. فين بقى الشريط؟ راح اهو. هات 0. بس قبل ما نعمل الزيرو هنعمل اللون بتاعه فاتح، ونعمل 0.3 0.3. ياه انت رحت بعيد اوي. سيف. اوكي، خلي دي اهو. تكوين الاصناف. كنت اتمنى ان انا اقدر اتحكم في الحاجات دي بحيث ارميها ناحيه اليمين شويه، بس للاسف مطفيه زي ما انتم شايفين، مش هعرف اعملها. واضح ان هي مشكله النيجاتيف دوت كده. ما علينا، مش تفرق معانا كتير يعني. طب النقطه اللي بعد كده، الحلقه الجايه ان شاء الله هنشتغل في ادخال صنف جديد. هنعمل تعبئه من في الجزئيه دي كلها. تعبئه كود الصنف، اسم الصنف، لو الصنف الكود ده متوفر قبل كده، لو الكود ده متاح هديك علامة صح، مش متاح هديك علامة اكس. عيشة هعيشك، هخليك محترف ان شاء الله باذن الله في موضوع ادخال الكود الصنف ده. مهم قوي قوي ادخال صنف جديد ده هيكون في الحلقة الجاية بتاعة برنامج اللي هو بتاع اسمه يا ربي صيانة الأصناف. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.